واد القنار من أجمل شلالات المغرب، جنة الله فوق الأرض، يستحق الزيارة. غادي نقول لكم الطريق كي دايرة والمناظر اللي كاينة تما تستحق الزيارة. يلا خليكم مع الفيديو. الطريق ديال واد القنار، يمكن لك الى عندك طوموبيل صغيره ومبغيتيش تكرفسها تخليها في الاول ديال الطريق وتاخد 207 موجوده تمايا. تيقطعوا لك 25 درهم. حنا هبطنا بالطوموبيل ولكن خصك تمشي غير بشويه لان الطريق واعره وشويه ضيقه، تدي وتجيب، يعني ضروري تاخد الحذر ديالك. المسالك ديالها صعيبه ومع ذلك هبطنا بالطوموبيل والحمد لله وصلنا على خير. حنا دابا هنا وصلنا للنهايه ديال الطريق، وصلنا لواد القنار. هذا هو الباركينغ الاولاني اللي يمكن لك تحط فيه الطوموبيل وتكمل على رجلك. تحط الطوموبيله ديالك هنايا وتكمل على هز المطريه تكمل على رجلك. حنا لا كملنا الطريق وهبطنا من هاد الواد هذا اللي تشوفوا، غادي نزيدو حتى للباركينغ الثاني حيت كاين باركينغ اخر لقدام، حيت كان عندنا الثقل زدنا مازال لقدام حتى وصلنا للباركينغ الثاني.
ودابا طاح الليل وكنا حنا صافي استقرينا وصاوبنا الخيمه ديالنا. البلاصه اللي صاوبنا فيها الخيمه كراوها لينا ب20 درهم للشخص، يعني واحد تحسبوا لي ب20 درهم توصل ل 25 حتى 30 درهم. الا ما كانتش عندك الخيمه يمكن لك تجي وهما تيوفروا لك الخيمه بكلشي ديالها، بالبونجا بالمخده بالكاشه، تيحسبوا لك 60 درهم 70 درهم حتى 50 درهم للشخص الا ما عندكش الخيمه. وهكذا يكون الفيديو ديالنا سهله. نتمنى انني نكون وصلت لكم جميع المعلومات. يلا نخليكم الفيديو الجاي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.